الديب فيك، تمام. او اللي هو الفيديوهات المفبركه لشخصيات بارزه او انفلونسرز او حتى شخصيات عاديه. تمام. عايزين نتكلم عنه شويه ونشرح للناس سريعا الديناميكيات بتاعته بتشتغل ازاي. طيب شرحناه قبل كده كتير بس هنتكلم عنه تاني سريعا. سريعا يعني دي فيك عرف مش من النهارده ولا امبارح، لا ده عرف من سنه 2017. طيب التقنيه بتاعته يعني عشان نختصر الموضوع قوي، هو شغال على 2 موديل او نسميهم 2 جهاز. واحد بيبدا يفبرك الفيديو، ان انا احط صوره الشخص ده، انا بمده باكتر من صوره، بمده باكتر من فيديو، بمده بصوت. ببدا افبرك، اقول له انا عايز الفيديو الاباحي ده يبقى بصوره الشخصيه ديت، بيفبرك نفس الفيديو بالظبط. طيب بعد ما يفبرك نفس الفيديو بيبعته للموديل الثاني اللي هو المكتشف. يبقى عندنا واحد مزور وواحد مكتشف. المكتشف يقول له لا انت عندك غلطات كتير، غلطه هنا وغلطه هنا وغلطه هنا، يرجعها له تاني. الموضوع ده بيتم مئات المرات في الدقيقه الواحده. واحد بيزور، واحد بيكتشف الخطأ، في النهايه بيراجع وراه يعني. بيراجع وراه. في النهايه بيطلع فيديو مشابه للواقع تماما ولا يمكن اكتشافه. محاولات اكتشافه او البرامج اللي اتعملت اللي هي بتحاول تكتشفه، لا كلها فشلت.